3 دروس غيروا حياتي بعد 10 سنين من الغلط. قضيت سنين كتير جدا من حياتي بعمل نفس الأخطاء، وكنت فاكر إن دي طبيعتي وعمرها ما تتغير. بس لما وقفت وقفة مع نفسي اكتشفت حاجات كتير بتضيع وقتي وطموحي. بدأت أتعلم دروس لو كنت عرفتها بدري شوية حياتي كانت هتتغير 180 درجة. في الفيديو ده هشاركك 3 دروس رئيسية يمكن يكونوا نفس ال3 دروس اللي أنت محتاج تسمعهم دلوقتي. أنا عبد الله مصطفى، وبشارك معاك أفكار وتجارب تساعدك تاخد خطوات واضحة وتعيش حياة أبسط وأنجح. النهارده هتكلم معاكم بصراحة شوية عن 3 أخطاء كنت بقع فيها، ومن الأخطاء دي اتعلمت 3 دروس بعد ما وقعت فيهم سنين. الدرس الأول: اللي فات عمره ما هيرجع. كنت دايما بقول لنفسي عندي وقت وبكرة هبدأ، بس الحقيقة إن الوقت اللي بيعدي منك خلاص راح وعمره ما هيرجع تاني. كنت بأجل حاجات مهمة زي الدراسة، الشغل، حتى العلاقات، لكن لما ركزت لقيت نفسي مضيع شهور وأيام ويمكن سنين من غير أي تقدم. الدرس هنا: ما تستناش اللحظة المثالية، لو استنيتها عمرها ما هتيجي. اللحظة المثالية هو دلوقتي. ابدأ بحاجة بسيطة جدا، ودي نقطة اتكلمت عنها في فيديوهات كتيرة جدا عشان الموضوع بشكل شخصي فرق معايا قوي. المهم انك تكسر الجمود وتتحرك. كل يوم هتلاقي نفسك بتقرب اكتر ناحية اللي انت عايزه. الدرس التاني: الناس عمرها ما هتساعدك طول الوقت. كان جوايا كده بستنى دايما الناس تدعمني، سواء من اهل او من صحاب، ولما ما كنتش بلاقي الدعم اللي انا محتاجه او عايزه كنت بزعل وبحس باحباط. لكن مع المواقف دي اتعلمت وفهمت حاجة مهمة جدا: ان مفيش حد مسؤول عن حياتك غيرك. الناس كل واحد عنده اللي يشغله، وكل واحد عنده المسؤولية. ربنا يعين كل واحد على حاجه، ومفيش حد فاضي ان هو يفضل يشجعك ويدعمك طول الوقت. وكنت اتكلمت عن الموضوع ده في حلقه قبل كده اسمها ادعم نفسك، هسيب لك لينكها في الوصف تحت ممكن تتفرج عليها. طيب الدرس هنا: لو انت كنت مستني الدعم عشان تبدا عمرك ما هتبدا. لازم تبقى انت من جواك مصدر طاقتك وتحفيزك، واول خطوه هتاخدها بجد ساعتها الناس من حواليك هتاخد بالها وهتلاحظ ده، وهتبص تلاقي الدعم جاي لحد عندك. الدرس الثالث: الفشل عمره ما كان نهايه، الفشل بداية. دايما عندي هاجس وخوف كده من حتة الفشل دي بالتحديد، عشان كده كتير كنت بتردد ان انا اجرب. لكن في حاجة مهمة اكتشفتها من الموضوع ده: ان الفشل ما بيوقفكش، بالعكس الفشل او العثرة او الوقعة اللي انت وقعتها دي بتخليك تنطلق لقدام اسرع. انا فاكر ان انا اول مشروع عملته فشل، وفاكر ان انا اول مرة اتكلم قدام الكاميرا حسيت ان انا متلخبط ومتردد ومش عارف اطلع اللي جوايا، لحد ما ابتديت افهم ان المحاولات بتعلمك غصب عنك. الدرس هنا: اوعى تسلم نفسك للخوف من الفشل انه يمنعك عن اي خطوه هتاخدها. كل فشل هتقع فيه هو تدريب لبناء مرحله جديده. طيب الخلاصه ان الوقت اللي بيفوت عمره ما بيرجع تاني، وما تستناش الدعم من الناس، انت المسؤول عن حياتك ونفسك. وما تخافش من الفشل، ده ممكن يكون بداية طريق النجاح. ممكن تكتب لي في الكومنتات ايه الحاجة او الدرس اللي استفدت بيها او لمس الجزء عندك في حياتك. ولو الفيديو ده شجعك اعمل لايك واشتراك في القناة وانضم للعيلة الجديدة. سلام.